دي هنا خليها هنا اهو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايين نتكلم عن الاس 23 الترا. مبدئيا الموبايل ده هو موبايل فلاج شيب، دي معلومه جديده جدا محدش كان يعرف. لا بجد الموبايل ده انا شايفه ان هو، او انا بشوفه ان هو اهم موبايل من سامسونج. الموبايل ده زي ما احنا عارفين من السنه اللي فاتت ان هو دمج ما بين النوت والاس، بقى خلاص بقى هو موبايل واحد، موبايل اس بكاميرات الاس وبكل حاجه، وعندنا القلم بتاع النوت. فانا شايف ان هو اهم موبايل من سامسونج. المهم بقى سيبك من اللي انا بقوله ده موبايل فلاج شيب من سامسونج، بيجي باعلى الامكانيات من سامسونج. عندك البروسيسور اللي هو سناب دراجون 8 جن 2 اعلى حاجه، 12 جيجا رام، 256 جيجا، شاشه بتاعته الدايناميك اموليد الرهيبه جدا بتاعت سامسونج، الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز. فانت بتتكلم على اعلى حاجه، يعني انت بتتكلم على موبايل خلاص فلاج شيب من سامسونج. بمعنى اصح بقى ان انا مش هقعد ارغي بقى واقول لك ان ده ما بيهنكش وان ده مش عارف ما بيعملش ايه، الكلام ده مش موجود تماما في الموبايل ده. الكلام ده نتكلم عليه في موبايل ب 3000 جنيه مثلا، ب 4000 جنيه، خلاص الكلام ده مش موجود تماما في الموبايل ده. طبعا الموبايل صاروخ طياره، هو موبايل فلاج شيب من سامسونج، ده طبيعي جدا ان انت تلاقيه بالامكانيات دي او بالاداء ده. الحاجه بس اللي انا لاحظتها في الجهاز ده ان هو ما بيسخنش، يعني الاس 22 الترا تقريبا كان بيدفى من المنطقه دي لما تيجي تلعب عليه كتير قوي، او لما تيجي مثلا تعمل فيديو اديتنج او تصور فيديو بدقه 8K، ولكن ده ما بيسخنش. فاعتقد ان هم ظبطوا الموضوع السخونيه ده في السناب دراجون ال 8 الجن 2 او الجيل الثاني من السناب دراجون. الحاجه برضو اللي لاحظتها في الموبايل ده عن الاس 22 الترا، البطاريه بتاعته هنا ما زالت 5000 ملي امبير زي اللي فات، ولكن الاداء بتاعها بقى احسن بكتير. انا ما اعرفش ليه، تديني هنا 7 ساعات ونص من وقت عمل الشاشه، قبل كده كانت 6 ساعات ونص. وبرده كل الكلام ده على حسب استخدامك، يعني ما تجيش مثلا تفتح لي لعبه تقيله جدا تقعد تلعب، لا مش هيكمل معاك 3 ساعات. ولكن في الاستخدام المتوسط، يعني انت بتلعب وفي نفس الوقت بتعمل استخدامك العادي، قعد معايا هنا 7 ساعات ونص، وده رقم كويس قوي عن السنه اللي فاتت. فالبطاريه هنا ظبطوا الباور كونسامبشن او استهلاك الطاقه في الموبايل ده، ظبطوه بقى حلو جدا. طيب مسكه الموبايل برضو بقت حلوه قوي، الموبايل بقى مربع اكتر من الاس 22 الترا، وقلنا الكلام ده في الانطباعات الاوليه. الموبايل بقى مسكته مريحه قوي في الايد الصراحه، ومش كلام، يعني مش كلام بقى ان هو مسكته مريحه في الايد وبتاع، لا هو الفريم فلات وفي كيرف صغير جدا، فبيديك المسكه المثاليه بالنسبه لي الصراحه. الموبايل ده مسكته مثاليه جدا. طيب كل الكلام ده معروف، كل الكلام ده انا مش عايز ارغي فيه كتير جدا. نيجي بقى على اهم حاجه بتميز الموبايل ده الصراحه بالنسبه لي، الكاميرات بتاعته نقله تانية تماما عن اي كاميرات شفتها من سامسونج تماما. يعني كل سنه موبايلات سامسونج او كاميرات بتاعت موبايلات سامسونج بتبقى حلوه جدا جدا، ولكن ينزل الايفون يبقى افضل منها. ده رأيي، ده ان انا رأيي كان ان الايفون هو افضل كاميرا موجودة على اي تليفون على وجه الارض تماما. ولكن لما جيت قارنت الكاميرا دي بكاميرا ال 14 برو ماكس مش ال 13 برو اللي معايا، كانت الصدمة فعلا اتصدمت جدا، لان انا من عشاق كاميرات الايفون، وسبب رئيسي اصلا ان انا حولت من اندرويد للايفون هو الكاميرا بتاعته. فلما اجي الاقي ان التليفون ده بيتفوق بشكل، لا ومش شكل يعني صغير، شكل ملحوظ جدا عن الايفون 14 برو ماكس، صراحة استغربت جدا، وحاجة رجعت لي الامل كده ان انا ممكن ارجع للاندرويد مثلا، مش عارف. ولكن حقيقة كاميرات الموبايل ده افضل كاميرا شفتها في اي موبايل في حياتي. يعني شوفوا، انا بقالي مثلا 7 سنين او 6 سنين على القناة، جربت موبايلات كتير جدا، جربت اكتر من 300 موبايل تقريبا، دي افضل كاميرا لقيتها في حياتي صراحة. البروسيسنج اللي بيعمله الموبايل بعد ما بتصور الصورة، بيطلع الصورة مظبوطة يعني بشكل رهيب جدا، ولا هو بيعمل بروسيسنج اوفر ولا هو ما بيعملش بروسيسنج زي الايفون مثلا، لا بيطلع لك الصورة مظبوطة 100%. الكاميرا الامامية بقى، الكاميرا الامامية هنا كان في جدال كده ما بين ان الكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل اللي قبل ده يعني كانت 40 ميجا بكسل ودي 12 ميجا بكسل، وانا قلت لكم في الانطباعات الاوليه ان الكاميرا دي رغم انها 12 ميجا بكسل مش 40 زي اللي فات، ولكن اتطورت بشكل كبير جدا. غالبا غيروا السنسور كله، وطريقه كمان البروسيسنج مع الكاميرا الخلفيه اللي انا لسه بتكلم عليها، طريقه البروسيسنج اللي بيعملها الموبايل رهيبه جدا. فتطلع من الكلام ده ايه بقى اللي انا بقوله،
ان الكاميرا الاماميه دي افضل كاميرا اماميه شفتها في اي موبايل الصراحه لغايه دلوقتي. طبعا الكاميرات الاماميه بتاعت الايفون ما كانتش بتعجبني تماما من زمان جدا، من ايام ما كان معايا ال 11 برو ماكس، وبعدين جبت ال 13 برو، وبعدين حتى لما جربت ال 14 برو كاميرات مش حلوه خالص. الكاميرات الاماميه بتاعت الايفون عموما مش حلوه، ما بتعجبنيش، تفاصيلها بتروح كده، والكاميرا كده فيها نويز وبتاع. الكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل ده رهيبه، كاميرا اماميه بتديك تفاصيل وديتيلز كده في الوش، والدايناميك رينج اللي بتطلعه، لا الصور الصراحه اللي بتطلعها الكاميرا دي تحفه تحفه. من الحاجات برضو اللي عجبتني جدا في الكاميرا دي ان هو بقى بيصور فيديوهات بدقه 8K 30 فريم في الثانيه بدل 24 فريم في الثانيه اللي كانوا في ال 22 الترا. فده عمل لنا ايه بقى، ان انت لما كنت بتصور بال 8K 24 فريم في الثانيه في ال 21 وال 22 الترا كنت بتلاقي الصوره تحس ان هي في حاجه اسمها فريم سكيبنج، تحس ان هو مش قادر ان هو يصور 24 فريم في الثانيه على دقه ال 8K، فتلاقي ان الفيديو تحس ان هو كان بيتهز كده، او في حاجه بطيء كده، او في حاجه 30 فريم في الثانيه على ال 8K الفيديو بقى سموث جدا، الفيديو بقى طبيعي جدا، فيديو عادي، بس بقيت بتصور 8K على 30 فريم في الثانيه، وده شيء كويس جدا جدا. طبعا الكاميرا الزوم اللي هنا بيريسكوب 10x اوبتيكال و100x هايبريد زوم، ده ممكن تزوم لغايه 100x، يعني انا بشوفها قشطه، حاجه كويسه ان انت تقدر تزوم، وبحتاجها في اوقات كتير ان انت ممكن تزوم كتير من غير ما تفقد التفاصيل، ولكن انا ما بستخدمش الموضوع ده كتير قوي. تمام، في ناس كتير قوي بتستخدمه، وناس كتير قوي اصلا بتشتري الموبايلات دي عشان ال 100x اوبتيكال زوم، ده بلا جدال، بس انا بتكلم عن نفسي، انا مش بستخدمها قوي، ولكنها موجوده وبتشتغل بشكل ممتاز جدا جدا في الموبايل ده. عندنا طبعا القلم، انا ما بستخدموش برضو قوي، ولكن في ناس كتير جدا جدا اعرفهم في حياتي بيستخدموا القلم ده في كل حياتهم، اصلا ممكن يستخدم الموبايل، بلاقيه كده ماسك الموبايل وعمال يستخدمه بالقلم. طب انت ليه يا عم، انت عندك صوابع في ايدك، ربنا خلق لك صوابع في ايدك، انت ليه بتستخدم القلم؟ هو اتعود على كده، وهو بقى عارف ايه يختار الحاجات بالقلم، بتبقى اسهل بالنسبه له، وعارف ان هو يتعامل بالقلم. فموضوع القلم ده مهم جدا جدا للناس كتير جدا، يعني انا ما بستخدموش قوي زي ما احنا قلنا، ولكن مهم جدا جدا للناس. والقلم هنا ما اتغيرش عن ال 22 الترا، هو كان قلم اصلا ممتاز جدا، فخلاص يعني. فمن الاخر الموبايل ده انا عمال اشوف فيه اي غلطه، اطلع فيه اي غلطه مثلا وانا بعمل ريفيو كده، عشان ايه يعني ابان ان انا بطلع غلطات في الموبايل، انا مش لاقي الصراحه. الموبايل اداؤه خلاص اتكلمنا عليه ومش هنتكلم عليه تاني، اداؤه خرافي مفيش اي مشكله. موبايل حتى البطاريه اللي كانت مشكله بتواجهني في الاس 22 الترا وفي الاس 21 الترا ما بقتش مشكله هنا، بسبب ان هم ظبطوا حاجات في السوفت وير ان هي تستهلك طاقه بشكل اقل. الكاميرات حتى انا كل سنه بطلع اقول بس للاسف الايفون افضل، يعني كاميرات خرافيه جدا في الاندرويد، بس للاسف الايفون افضل. كاميرات هنا عملت لي صدمه، ان انا ازاي الكاميرات دي افضل من الايفون، لا، واجرب تاني، وكنت بجرب تاني واجرب تالت واقول لا ازاي، انا متاكد ان هي مش افضل، ولكن ده اللي انا شفته، ان الكاميرات دي تفوقت كمان على كاميرات الايفون 14 برو ماكس. الكاميرا الاماميه تحفه، الشاشه طبعا لا يعلى عليها، مش هنتكلم عليها، عندك قلم، عندك سماعات ستيريو رهيبه جدا، عندك شحن 45 واط، الموبايل ككل بقى مسكته افضل، بقى استخدامه اسهل عموما كماسكه في الايد يعني. فالصراحه انا ممكن اقول ان ده افضل موبايل اندرويد موجود في السوق حاليا، لغايه ما نجرب حاجه تانية. انا لسه ما جربتش حاجه فلاج شيب، يعني احنا لسه في اول السنه، ولكن حاليا في وقت نزول الفيديو ده افضل موبايل اندرويد انا جربته لغايه دلوقتي. بس كده، ده رايي، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.